في ملاهي على أطراف البلد اسمها فرحة. زمان كانت مليانة نور وضحك، لحد ما في ليلة سودة حصل حريق مرعب. النار ولعت في كل الألعاب، و3 عمال ماتوا جوه، اتحرقوا وهم بيصرخوا. من يومها محدش دخل الملاهي، بس الناس بتحلف إنهم بيسمعوا أصوات بتضحك وبتعيط جوه، ويشوفوا دخان طالع من غير نار. الملاهي اتقفلت، بس اللعنة ما خلصتش. بعد 20 سنة اتفتح كلام فجأة إن في حد هيعيد تشغيل الملاهي. الناس كلها استغربت وبدأ الكلام يزيد. مين اللي اشتراها وليه؟ بس ال3 شباب أدهم ويوسف ولما قرروا يروحوا يشوفوا بنفسهم. أول ما قربوا من البوابة حسوا بحاجة غريبة، ريحة دخان قديم وبرودة مش طبيعية. ولما قالت: أنا مش مرتاحة، المكان ده لسه فيه حاجة عايشة. أدهم مد إيده وفتح البوابة الصدية، والحديد طلع صرير عالي كأن في حد بيصرخ. دخلوا جوه ببطء، الأرض كلها تراب ورماد، وكل حاجة باينة كأنها اتحرقت امبارح. المراجيح بتتهز لوحدها مع إن مفيش ريح. يوسف قال: في حاجة مش طبيعية هنا. ولما بدأت تعيط من الخوف وقالت: أنا سمع صوت حد بينده عليا. يوسف فجأة وقف، عينه كانت مركزة على حاجة في آخر الممر. قال بصوت واطي: في حد واقف هناك. أدهم مسك كشافه ووجهه للنقطة اللي يوسف يبص عليها، بس الكشاف نور على لا شيء. وفجأة الكشاف رعش والنور طفى ثواني، ولما رجع ظهر خيال اسود بيجري بين الألعاب. لما صرخت: احنا لازم نمشي، ده مش مكان للناس الأحياء. أدهم مشي شوية قدام، وفجأة حس بإيد بتشده من الجاكيت. لف بسرعة، مفيش حد، بس على الجاكيت كان في علامة سودة كأنها بصمة محروقة. يوسف قرب يشوف، ولما بدأت تبكي وتقول: أنا سامعة صوت نفس، حد بيتنفس ورايا. الجو بقى أتقل، وكأن الهوا نفسه اتحبس، والمكان كله بدأ يهتز بصوت همسات ملهاش مصدر. فجأة المكان سكت، ولا صوت. وفجأة تانية صوت خشن ومبحوح طلع من السماعة القديمة اللي فوقهم، كأنها اشتغلت لوحدها: ارجعوا، مش مكانكم هنا، النار لسه مش طافية. أدهم وقع الكشاف من إيده، ولما صرخت وهي مغطية ودانها، ويوسف جري لحيته يرفعه. الصوت فضل يعيد الجملة تاني وتالت لحد ما السماعة فرقعت وولعت شرار. يوسف بعد ما رفع الكشاف نور بيه قدامه، عيونه اتسمرت. وراه كشك ألعاب قديم، والعجل بيتهز لوحده، لكن الكارثة كانت في المراية اللي ورا الكشك. فيها وش محروق، عينه سودة فاضية، واقف وبيبصله. يوسف رجع خطوة وقال: في حد هناك، وشه مش طبيعي. ولما رجع خطوة كمان، المراية اتكسرت لوحدها بصوت عالي. أدهم قال: يلا نخرج، المكان ده مش طبيعي. جروا على البوابة الحديد، لقوها مقفولة. يوسف شدها بكل قوته، مفيش فايدة. لما بصت وراها لقت كل الألعاب القديمة بتشتغل لوحدها. العجلة بتلف، الخيول بتتحرك، وصوت صراخ أطفال بيترن في الهوا. وفجأة بوابة القفص اللي جنبهم اتفتحت لوحدها، وصوت خشن قال: حد تاني دخل. لما وقفت فجأة سابتهم وفضلت تبص ناحية لعبة القطار القديمة. صوت همس جه من وراها: لما، انت السبب، انت اللي فتحت البوابة. وشها شحب، عينيها بدأت تدمع، وجسمها اتجمد. أدهم هزها: لما، انت كويسة؟ قالت بصوت مش صوتها: أنا مش لوحدي، هما جوه دماغي. وفجأة عيونها اتقلبت أبيض ووقفت على الأرض. يوسف حاول يشيل لما من على الأرض. فجأة فتحت عينيها وبصت له بنظرة مرعبة. قالت بصوت خشن: انت فاكر انك تقدر تهرب؟ أدهم صرخ: ايه اللي بيحصل؟ لما دي مش لما. هي قامت فجأة من غير ما تسند على حاجة، جسمها بيتحرك كأنه مش بتاعها. بصت لهم وقالت: الملاهي فتحت ومفيش خروج.
لما بدأت تمشي ناحيتهم بخطوات بطيئة بس تقيلة. أدهم قال: اجري يا يوسف. جروا جوه ممر ضلمة في الملاهي، لكن كل ما يجروا الممر يطول. حواليهم لعب متكسرة بتقع لوحدها، وأصوات صريخ عمال بيتحرقوا. يوسف بص ورا، لقى لما بقت مرعبة، عينيها بتنور أحمر وبتجري بسرعة مش طبيعية. الحيطان نفسها بدأت تنزف دم. في نص النفق ظهر رجل ضخم، جسمه محروق وناره طالعة منه، صوته زئير وعيونه حمرة. أدهم صرخ: ده واحد من العمال اللي ماتوا هنا. لما بصت له بضحكة مرعبة: رجعنا للجحيم. الروح زحفت عليهم بسرعة والحيطان بدأت تتكسر. يوسف شد أدهم وقال: لازم نطلع من هنا قبل ما نموت. يوسف وقف فجأة، حاسس بحاجة مش طبيعية. شاف قدامه صورة باهتة ل3 عمال بيتخانقوا وبيهددوا بعض. صوت جرس حريق وصرخات عبت المكان زمان رجعت تتكرر. أدهم قال: دي ذكرياتهم، الحريق ما كانش حادث. لما اللي بقت شبه شيطان همست: حد أخد حقه ولسه في ناس مستنية. الجو اتجمد والدم بقى ينزل من الحيطان. الجو بقى تقيل، الأصوات زادت، صرير عجلات وأصوات همسات جاية من كل ناحية. أدهم قال وهو بيرتجف: إحنا مش لوحدنا هنا. يوسف بص حواليه والظلال بتتحرك على الحيطان. لما ضحكت ضحكة باردة وقالت: الملاهي عمرها ما هتسيبنا. الأرض اهتزت فجأة والأنوار قطعت، وصوت خطوات تقيلة أفجأة، أصوات صراخ عالية ملت المكان. أشباح العمال ال3 طلعوا قدامهم، وجوههم مشوهة وعيونهم سودة. أدهم حاول يصرخ لكن صوته اتقطع. يوسف جري بسرعة والظلال بتجري وراهم، أصوات إيد بتطرق على الحيطان. لما اختفت فجأة وصوت ضحكتها المرعبة رجع يطاردهم. الممر اتقفل وراهم والموت كان قريب منهم. أدهم وقف فجأة، سمع صوت بكاء طفل صغير جاي من بعيد. يوسف قال: مفيش حد هنا غيرنا، الصوت ده منين؟ لما ابتسمت ابتسامة سودة وقالت: المكان بيحكي قصته، عايزنا نفهم. الأنوار خفتت والجو بقى أبرد بكتير، صوت الخطوات بقى وراهم وأسرع. الأشباح اتجمعت حواليهم والقلوب بتدق بسرعة من الرعب. فجأة من الظلام طلع جني ضخم، وشه مشوه وعينيه حمرة بتلمع. الأشباح اللي حواليه كانوا بيصرخوا وبيطيروا في الهوا، بيتحركوا بسرعة خارقة. يوسف وأدهم اتحبسوا في مكانهم، قلبهم بيدق جامد والرعب مالي قلبهم. لما ظهرت بجنبهم ضحكت ضحكة مجنونة وقالت: اللي هيمشي من هنا قليل. الجو اتملى بصراخ مخيف وإيد الجن بتلمس يوسف فجأة. الظلام بقى خانق والأصوات زادت، صراخ ما بين الهوا، وجع وكأن الملاهي بتناديهم. أدهم حس إيده بتتقرب من حاجة سخنة. جن تاني ظهر ووشه مشوه، بيضحك بطريقة مجنونة. يوسف حاول يهرب لكن الأرض تحت رجله اتشققت. لما كانت بتهمس بأصوات غريبة، عيونها بتنور بالدم. الجو اتلخبط والكل بدأ يخاف أكتر من أي وقت فات. ارحلوا قبل ما تكتشفوا السر اللي مخبي هنا. يوسف لقى ورقة قديمة مكتوبة بخط غريب، وراها رمز غامض مش فاهمينه. أدهم حس إنهم مش بس بيتعرضوا لهجوم، ده في حاجة كبيرة أكتر، سر مظلم ورا الحريق. الظلال بتلعب حواليهم والملاهي بتتنفس بصوت خفيف. هل يقدروا يطلعوا من هنا قبل ما المصيبة تحصل؟ الظلام بقى خانق والأصوات زادت، صراخ ما بين الهوا، وجع وكأن الملاهي بتناديهم. أدهم حس إيده بتتقرب من حاجة سخنة. جن تاني ظهر ووشه مشوه، بيضحك بطريقة مجنونة. يوسف حاول يهرب لكن الأرض تحت رجله اتشققت. لما كانت بتهمس بأصوات غريبة، عيونها بتنور بالدم. الجو اتلخبط والكل بدأ يخاف أكتر من أي وقت فات. فجأة صوت همس خافت بيجيلهم من ورق جدران مهترئة: ارحلوا قبل ما تكتشفوا السر اللي مخبي هنا.
يوسف لقى ورقة قديمة مكتوبة بخط غريب، وراها رمز غامض مش فاهمينه. أدهم حس إنهم مش بس بيتعرضوا لهجوم، ده في حاجة كبيرة أكتر، سر مظلم ورا الحريق. الظلال بتلعب حواليهم والملاهي بتتنفس بصوت خفيف. هل يقدروا يطلعوا من هنا قبل ما المصيبة تحصل؟ في اللحظة اللي حاولوا يهربوا فيها، صوت صرير معدن تقيل طلع فجأة. باب قديم ضخم اتفتح لوحده، ووراه نور أحمر وعمود دخان بيطلع. الأشباح ابتدت تلمع وتتجمع حوالينهم، وصوتهم بقى أعلى. لما ضحكت ضحكة مجنونة وقالت: ما تفتكرش هتخرجوا بسهولة. يوسف وأدهم اتحركوا بسرعة، لكن الأرض كانت بتتهز تحت رجليهم. الأرض اتشققت تحت رجل يوسف وطار في هوا مليان دخان أحمر. أدهم حاول يمسكه، بس يد الجن الضخم ظهرت فجأة، مسك أدهم بقوة. صراخهم اترفع في الهوا، والجن بيقرب منهم أكتر وأكتر. لما ظهرت قدامهم عيونها بتلمع بالدم، وقالت: اللي يهرب يلاقي حتفه. الظلام بقى كله نار، والدخان مش راضي يسيبهم. أدهم لقى دفتر قديم متحرق نصه، مكتوب فيه إن الحريق كان متعمد. العاملين ماتوا عشان جريمة انتقام من واحد كان شريك في الملاهي. السر ده طلع من دلوقتي لعنة على المكان، كل مين هيدخله هيتلعب بالجن. يوسف بيحس ببرودة بتجري في دماغه، وكأنه سامع صوت صاحبة الملاهي اللي ماتت بتصرخ. الجو اتجمد، والجن بيبدأ يظهر أكتر، بيطاردهم في كل حتة. أدهم لقى ورقة تانية جوه الدفتر مكتوبة بتعويذة قديمة لمحاربة الأرواح الشريرة. يوسف قراها بصوت عالي، والهوا اتغير فجأة، والجن ابتدى يهرب شوية شوية. بس في نفس الوقت لقوا تعويذة تانية ممكن تحرر لما من تأثير الجن. همس أدهم: دي فرصتنا، لازم نستخدمهم بسرعة قبل ما الحريق القديم يرجع تاني. الصراع بين الخير والشر بدأ، وكل ثانية بتتحسب في المعركة دي. لما يوسف كمل قراية التعويذة، جو المكان اتغير فجأة، والهوا بقى تقيل. الجن والأشباح بدأوا يتراجعوا، بس الأرض اتشققت حوالين لمع، وصوتها بقى مجنون. لما حاولت تتكلم بصوتها الحقيقي، بس الجن كان بيقاومها بشدة. أدهم مسك إيد لما وقال: استحملي يا بنت، إحنا جايين نحررك. الظلمة حواليهم بتتلاشى شوية، والضوء بدأ يرجع للملاهي. الضوء زاد قوة، والجن اتخانقوا بين بعضهم، بيصرخوا بصوت عالي. لما بدأت ترجع لطبيعتها، صوتها بقى أهدى، عينيها رجعت للون الطبيعي. بس فجأة صوت باب قديم بيخبط بقوة وبيتفتح لوحده، والظلمة رجعت تاني. يوسف وأدهم وقفوا في مكانهم خايفين، والجن بيستعدوا للهجوم الأخير. الملاهي بتتنفس معركة جديدة، والوقت بيجري بسرعة نحو النهاية. الأدخنة السوداء رجعت تملى المكان، والظلال بدأت تتحرك زي كأنها حية. لما حاولت تقوم تمشي، بس صوت همسات مخيفة حواليهم ملوش أول ولا آخر. أدهم قال: ما تستسلمش، إحنا جنبك، مش هسيبك للظلام. الهوا بقى تقيل والرعب زاد، بس في نفس الوقت في ضوء ضعيف بيغطيهم من بعيد. الصراع وصل لقمة الهيجان، ومفيش حد عارف مين هيطلع منها حي. نور خفيف بدأ ينتشر حواليهم، والجن والأشباح بتتلاشى واحدة واحدة. أدهم، يوسف ولما مسكوا إيدين بعض وقالوا مع بعض تعويذة الانتصار.
الصمت رجع فجأة، والجو اتحول هادي، والبرد خف. لما رجعت سليمة، دموع الفرح ملت عينيها. الملاهي المهجورة أخيرا نورت من جديد، والظلام اتغلب عليه. الملاهي بدأت تنور نور خافت، والموسيقى القديمة رجعت تشتغل بصوت هادي. الهوا بقى نضيف والجو بقى دافي، وكأن الملاهي رجعت للحياة تاني. لما وأدهم ويوسف بيتمشوا وسط الملاهي، كل حاجة بقت طبيعية، لكن في إحساس غريب. بس كلهم عارفين إنهم كسروا اللعنة، وإن أرواح العمال راحت في سلام. الفرحة ملت قلوبهم ومستعدين يبنوا الملاهي من جديد. كلهم وقفوا قدام العجلة العملاقة اللي كانت سبب الرعب زمان. لما لمست العجلة بحنية وقالت: هنا البداية الجديدة. يوسف ابتسم وقال: اللي حصل مش هينسى، بس احنا قدرنا نغير النهاية. الجن اختفوا، والملاهي بقت مكان للفرحة والأمل مش للخوف. الظلام انكسر والضحكة رجعت للمكان. الملاهي رجعت تفتح أبوابها للناس، والضحك رجع يعم المكان. لما وأدهم ويوسف وقفوا جنب بعض، شايفين الناس مبسوطة والفرحة مالكة المكان. الأشباح راحت بسلام، والماضي المظلم بقى ذكرى بعيدة. المستقبل قدامهم مفتوح، والملاهي بقت رمز للحياة والتجدد. واللي فات بقى قصة تتقال، بس الحاضر هو اللي بيبدأ من جديد. القصة خلصت، بس الرعب عمره ما بيخلص. لو قلبك استحمل اللي فات، يبقى